السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني وحبايبي، يا رب تكونوا بخير ورمضان أيامه تكون حلوة عليكم كلها. امبارح الساعة 2 بالليل كده كان هيحصل لي مشكلة كبيرة جدا لولا العناية الإلهية. لولا العناية الإلهية وصاحبتي لحقتني ان انا ربنا كرمني وما وقعتش في المشكلة دي. صاحبتي برا مصر، بقالي فترة مش بكلمها وكده، يعني الأحوال بقى كل واحد مشغول في حاله، فبتكلمني امبارح فجأة كده على الماسنجر: غادة الحقيني دلوقتي هيجيلك رسالة، ابعتيلي الكود اللي فيها عشان أنا الفيس بتاعي كلمة السر نسيتها، والمفروض ان انت هيجيلك كود على الجهاز عندك، ملهولي عشان اقدر ارجع الفيس بتاعي. طبعا انا يعني بقالها فترة مش بتكلمني، وبتكلمني بلهجة سريعة، يعني بطريقة سريعة. طب مالك؟ طب عاملة ايه؟ طب طمنيني عليكم، انتوا كويسين؟ يعني في حاجة غلط، حاسة ان في حاجة غلط. المهم فقلت لها كلام كده، يعني سألتها أسئلة ما حدش يعرفها غير أنا وهي عشان ترد عليا، فلقيتها مش بتجاوب. فشكيت أكتر. قالت لي أنا بتكلم كده وأنا حاسة إن في حد غيرها داخل بيتكلم أو بيعاكس أو كده. ما جاش في بالي خالص إن هو هاكر. لقيتها هي داخلة بتتكلم، هي بقى طبعا معاها برضو الماسنجر بتاعها. فدخلت قالت لي غادة اوعي تسمعي كلامه، ده هاكر، اوعي تسمعي كلامه، اوعي تفتحي الرسالة او تبعتي اي ارقام او حاجة. فالحمد لله، يعني الحمد لله ربنا انقذني، لان الجهاز كان عليه كل شغلي وعليه القناة وعليه كل حاجة. لو كان الهاكر ده فتحت الكود اللي هو بعته كان زماني دلوقتي متدمرة. ربنا ستر. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان انتوا كمان مش اي حد، يعني ناخد بالنا كويس جدا. حكاية افتح رسالة دي ما تفتحهاش، ما تفتحش اي كود الا لما تكون عارف هو جاي من مين وفي ايه. لان مجرد بتفتح الرسالة الهاكر بعتها لك بيبقى خلاص اخترق الجهاز بتاعك كله. المشكلة دي انا شفتها قريب، كان في برنامج بيعرض المشكلة دي، وان هاكر دخل على جهاز واحدة واخد صورة بطاقتها وعمل لها كارد من البنك ومشاكل كبيرة. فلازم ناخد بالنا ويبقى عندنا شوية حرص. انا الحمد لله ربنا يعني جت معايا كده الحمد لله. طبعا هي صاحبتي وجوزها دخلوا لي من الاكونت بتاع جوزها، وربنا يكرمهم يا رب ويحفظهم ويبارك لهم. لحقوني برضو وقالوا لي ما تدخليش، انا زوج صاحبتك. فقلت له طب هي كانت بتشتغل هنا، المديرة كانت اسمها ايه؟ قال لي اسم المديرة وقال لي اسمها بالكامل عشان يثبت لي عشان مكالمة تمام. فطبعا زوجها وهي كمان كلمتني هي وجوزها كلموني من الاكونت بتاع زوجها واكدوا عليا لا ما تدخليش، ده هاكر، واعملي بلوك للماسنجر القديم بتاعها. للماسنجر القديم عملت له بلوك وتمام الحمد لله، ما استقبلتش الرسالة من الهاكر ده وربنا ستر. خدوا بالكم انتوا كمان، محدش يفتح اي رسالة شاكك فيها. ولو حد من صحابك بيكلمك بلهجة غريبة، بيتكلم بسرعة، بقى افتح دي بسرعة وابعتلي. لا، ما تفتحش اي حاجة ولا تبعت الا لما تتأكد اذا كان هو فعلا صاحبك او صاحبتك ولا لا، ولا هاكر مخترق الفيس بتاعه او الماسنجر بتاعه. الحمد لله قدر ولطف. ونشوفكم على خير، في حلقة تانية، وكل سنة وانتم طيبين.